السلام عليكم بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله جبت لكم اقتراح ديال واحد الحلوه كتجي بحشوه ديال الكاوكاو، كتجي رائعه. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كانت عندي واحد لا كوموند ديال واحد السيده وقلت ضروري نشاركها مع البنات كاقتراح تبداو تخدموا بها لي كوموند ديالكم. غنشارك معكم الثمن وكل شيء، جميع التفاصيل غتلقاوها في هذا الفيديو ان شاء الله. كتجي شيشه والاهم لذيذه بزاف وكتذوب ذوبان في اليد قبل الفم. نتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعليق ديالكم. غادي نحتاجو 125 غرام ديال الزبده لينه بدرجه حراره المطبخ. غنحتاج كاس ديال السكر ثقيل، سكر كلاصي، يعني ما غنمشيش نخدمو بالسكر سنيده، غنخدمو بالسكر كلاصي. غادي نزيد قبسه من الملح البنات غير باش نعادل الحلاوه. ديجا السكر كلاصي ما كيكونش حلو، يعني في الاصل ما كيكونش حلو. بالنسبه للبنات اللي بغاو يخدموا بالسنيده راه غادي تاخذوا نص كاس ديال السنيده، غادي تطحنوه مزيان حتى يولي بودغ وتخدموا به، يعني في كلتا الحالات اللي بغيتو. غادي نخلط المكونات ديالي جيدا. غادي نخدم هذيك الزبده مع السكر. دابا الحال سخون، الزبده بالزربه كتخدم لينا، ما كتشش لينا واحد الوقت كبير. غادي نضيف عليها نص كاس اولا كاس الا ربع ديال الزيت النباتي على حساب نوعيه الزبده. انا خدمت هنا بمارغرين. المهم نتوما الا خدمتو بالزبده النوعيه جيده راه غادي ديروا غير ربع كاس ولا نصف كاس، يعني ما غاديش ديروا كاس الا ربع. غادي نرجع نخدم المكونات ديالي جيدا حتى نتحصل على واحد البوماد على هذا الشكل اللي كتشوفوا هنا. غادي نزيد جوج ديال البيضات حجم متوسط، وغادي نرجع نخلط المكونات ديالي جيدا حتى غينسجموا ليا هاد العناصر مع بعضهم، يعني نتحصل على واحد الخليط متجانس ولين، والمكونات متداخله مع بعضياتها ما تكونش يعني مفرقه. غادي نخلط مزيان على الشكل. غادي نزيد ملعقه صغيره معمرش مزيان ديال الفاني ليكيد ولا الفاني بودر ولا السكر فاني، المهم اللي متوفر عندكم. بالنسبه لخميره الحلوى غادي نضيف ملعقه صغيره ممسوحه ما يعادل 4 ديال الغرام، يعني نصف علبه ديال 8 غرام. غادي نخدم بالنص ديالها. بالنسبه للدقيق ابيض كتهز ليا 4 الكؤوس، وكنقدر نزيد واحد الملعقه او جوج معالق فوق هذوك 4 الكؤوس. المهم هي في كلتا الحالات دائما تقريبا كتهز ليا 4 الكؤوس، وكتختلف كميه الدقيق من نوعيه الدقيق لنوعيه اخرى. يعني تقدروا تزيدوا واحد جوج معالق، تقدروا ما تزيدوهمش. المهم العجينه كتبقى رطبه متماسكه ورطبه، ما كتكونش كتلصق باليدين، يعني متماسكه ورطبه معنا باش كتعطينا واحد العجينه واحد لاباط اللي كتجي هشيشه بزاف. ونحاولوا ما ندلكوش هاد لاباط، يعني غير كنجمعوا بالاطراف الاصابع على هاد الشكل اللي كتشوفوا، يعني غير كنجمعوا ما كندلكوهاش البنات. ضروري في هذه المرحله نحاولوا نجمعوا غير بشويه حتى نتحصلوا على واحد العجينه رطبه على هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. غادي نوريكم القوام ديالها. كتجي خفيفه هاد العجينه وكتجي فلافي، ومني كتطيب كتجي فيها واحد الخفه رائعه. البنات جربوها. غادي نغطيها وندوز نحضر معكم الحشوه. غادي نحتاج تقريبا هنا زدت لي واحد 300 غرام ديال الكاوكاو، اللي زدت عليها واحد 150 غرام ديال البسكوي بدون شوكولا اللي مطحون البنات ومنيل، والكاوكاو حتى هو البنات محمر ومطحون. زدت ليه قليل من القرفه. وغادي نجمع البنات بالعسل، يكون عسل تحضير منزلي يكون ناجح 100%. غادي نبقى نضيف بشويه بشويه حتى غنتحصل على واحد العجين على الشكل. من بعد غنشكلها البنات كويرات. بالنسبه للعجينه شكلتها الوزن ديال كل كره 16 غرام، يعني شكلتهم كاملين 16 غرام في كل وحده. غادي نشكلهم كاملين البنات وعاد غادي ندوز باش نكمل معكم المراحل المتبقيه. المهم كنشكلوها كامله كنغطيها بالسلوفان باش ما تنشفش ليا لاباط. وغادي ندوز كذلك باش نشكل معكم الكويرات ديالي. هنا خديت الحشوه كورتها حتى هي البنات على هذا الشكل 8 غرام 7 غرام في كل وحده. كناخذ العجينه اللي شكلت فيها البنات قلت لكم كويرات، وزن كل وحده 16 غرام، والحشوه كتكون فيها 8 غرام. ضروري هادشي البنات كيبغي شويه الميزان باش يجيوكم الحبات قد قد. المهم الحبات كنبسط شويه العجينه في اليد ديالي وكنحط فيها الكره من الوسط وكنعاود نجمع عليها
العجين وكنحاول نشكلها ونخليها البنات على شكل دائري، ما كنحاولش نبسطها يعني كنخليها بشكل دائري لانه بغيتها تجي بحال شكل الكره، ما بغيتهاش تجي مسطحه واحد شويه، ما عجبنيش هذاك الشكل، كيعجبني نخدمها بحال هكا. البنات جربوها اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. انا هذه معتمده عندي مع الكليان بشكل جديد، ما صراحه ما كنشوفش انه شي حلاويه خدمتها من قبل، وهذا قليل فين كيخدموها ولا قليل اللي كيعرفها. المهم انا يعني كنخدمها ديجا باللوز، وفكرت علاش ما نخدمهاش معكم بالكاوكاو، ديجا خدمتها معكم باللوز وبالشوكولا نوار، قلت علاش ما نخدمهاش معكم بهذا بالشوكولا بيضاء وبهذا الشكل باش تجربوها. المهم كنشكلها على هاد الشكل، عطاتني 54 حبه تقريبا حتى 56 حبه اللي عطاتني. كندخلها على عافيه مهيله من الاسفل، من بعد كنهبطها تحمر غير واحد شويه وكنخرج اللاطه ديالي على هاد الشكل اللي كتشوفوا هنا. خديت الكوك نوعيه جيده، هذاك اللي كيكون الحبه ديالو غليظه. هنا خديت شوكولا بيضاء اللي ذوبتها في باماغي، زدت عليها البنات شويه ديال الزيت باش تخفف ليا، وغادي نشكل، غادي ندوز باش نزين معكم الحبات ديالي. كيف كتشوفوا واحد الطياب كيجي موحد بداك السكر كلاصي، كيعطي واحد الطياب رائع في هذه الحلوى. جربوها اكيد ما غاديش تندموا، وغادي تحمر لكم الوجه مع الكليان. غادي ندوز نغطس في الشوكولا البيضاء ونفند، ملي كنحاول نغطس غير الوجه ديالها، ما كنغطسش الاسفل ديال الحلوى باش ما تقالش ليا في الميزان. غادي ندوز على هذا الشكل نغطس في الشوكولا، ومن بعد كنفند في الكوك. بالنسبه للثمن البيع البنات انا كندوزها ب 90 درهم 85 درهم، فيها الخير والبركه ولله الحمد، شويه ديال القناعه وراه فيها الخير والبركه. المهم كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه ديالي كامله على هذا الشكل اللي كتشوفوا. يعني سهله وبسيطه، كتعطينا كميه كبيره واقتصاديه بزاف، وكتعطينا واحد النتيجه. البنات جربوها، انا اكيد غادي تجربوها، غادي ترحموني عليها، رائعه وغادي تحمر لكم الوجه مع الكليان. بصراحه بشهاده الجميع هاد الحلوى كتجي خطيره، غير جربوها اكيد ما غاديش تندموا. غادي نقطع معكم الشكل ديالها من الداخل باش تشوفوا الشكل كيفاش كتجي رائعه بهذيك الحشوه، كتجي خطيره. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وغنشارك معكم حتى الهشاشه ديالها، كيف كتشوفوا كتجي هشيشه وخفيفه، وهنا راه مسرع الفيديو لا حتى شي حاجه، كتجي للامانه كتجي هشيشه وفلافي على هذا الشكل اللي كتشوفوا. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. اذا عجبكم الفيديو خليو لايك، بارطاجيو القناه ماكسيموم مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده على الجميع. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع القناه فيديو جديد ان شاء الله.